بقى للبصل اللي على الشمال واللي كتير منكم ما يعرفهاش. والبصل طبعا معظمكم هتشوفوا ان هو مجرد بصل، بس لا، ده مش مجرد بصل. 3 انواع اللي قدامكم دولت كل نوع مختلف عن التاني، وكل نوع ليه استخدام غير التاني، وانا النهارده جايه علشان اعرفك استخداماتهم، تعرفي تفرقي ما بينهم وتفرقي ايه اللي ينفع لايه وايه اللي ما ينفعش لايه. رغم ان كل شايف دلوقتي ان قدامه بصل وان زيت زي عبيد زي نطة الحيط، لا الموضوع مش كده خالص، وانا طالعه اوضح لك. بس في الاول انا رشا الغفير، ودي صفحتي، وطالبه منك تعملي الفيديو لايك وشير وتعملي متابعه للصفحه. اول نوع والنوع اللي على اليمين دوت، وده اللي معظمنا بيستخدموا وبيخزنوا هنا في مصر. طبعا النوع اللي على الشمال ده ناس كتير ما تعرفوش، بس انا هعرفكم عليه في الفيديو دوت. نيجي بقى للنوع اللي على اليمين، ده اللي غالبا بيتخزن في اواخر شهر مايو واول يونيو زي اليومين دولت كده، وده اللي معظمنا يعرفه هنا في مصر. وده بقى بيستخدم في الطبيخ وفي السلطه وفي كل حاجه، غالبا بنحشره في كل حاجه. وده حلو جدا ومحتوى السكر فيه حلو، وينفع زي ما اتفقنا للسلطه والتتبيل. وفي محتوى الميه عالي، يعني لو عايزه تاخدي مثلا عصير بصله، بيكون المحتوى بتاع الميه في البصله الحمراء اكتر من البصله الصفراء. تمام، يعني زي ما اتفقنا ينفع طبيخ وتتبيل وسلطه، علشان زي ما اتفقنا سكر فيه عالي. نيجي بعد كده للنوع اللي في النص، وده بنسميه هنا في مصر البصل الصعيدي. والبصله دي طعمها قوي جدا وجديد، ودي بقى حلوه جدا في التتبيل. ودي يعني لو هتعملي كفته، انا عاده لما بحب اعمل كفته بحب جدا اضيفها كفته رز، بحب اضيفها، بحب اعمل كده ميكس ما بين البصله الحمراء والبصله الصفراء. بالمناسبه البصله الصفراء دي بصله بيتعمل منها اشهر اكله مصريه واللي تعتبر تراثنا دلوقتي، وهي الكشري. معظم محلات الكشري، مش معظمهم لا كلهم، بيعملوا الورد بتاع الكشري او التقليه بتاعه الكشري من البصله دي. وده اللي طلعته واكدته لكم لما عملت لكم الفيديو اللي كشفت فيه اسرار كل محلات الكشري. قلت لكم ان الورد سبب قرمشته ان البصله دي محتوى السكر فيها قليل، وبالتالي بتقرمش، مش بتتحرق في قلب الزيت، وبتفضل محافظه على قرمشتها. نيجي بقى للبصله اللي على الشمال واللي كتير منكم ما يعرفهاش. والبصله دي للأسف مش بتتباع غير في بعض الهايبرات وعند محلات الفاكهة اللي في المناطق الراقية، وبضطر أروح مكان معين علشان أجيبها. البصلة دي اسمها بصل سكري أو سويت أونيون زي ما في ناس كتير يعرفوها. سعر الكيلو ممكن يوصل ل20 جنيه. والبصلة دي فيها ميزة حلوة جدا، إن طعمها مسكر أوي نظرا لاسمها إنها بصل سكري، وكمان قرمشتها قوية جدا. بس للأسف ما ينفعش ينطبخ بيها، يعني بمجرد ما بتتحط على النار بتفقد كل الطعم اللي فيها وبيبقى طعمها مش حلو. بس قصاد كده بيتعمل منها حاجة شهيرة جدا خاربه بيوت معظم الامهات والابهات اللي بيروحوا ياكلوا في المطاعم الكبيره. دي بيتعمل منها حاجه مشهوره جدا في المطاعم دي، وهي الحلقات البصل، اللي ممكن ال3 حلقات منهم يوصل سعرها لل30 وال40 جنيه. وعايزه اقول لك ان ببصله واحده هنعمل كميه كبيره ان شاء الله في الفيديو اللي بعد ده. فعلشان كده لو عجبك الفيديو ومستنيه الفيديو اللي بعد ده، اعملي له لايك وشير، واتمنى لك كل خير. وتحياتي ليكي دايما رشا.